في سؤال واحد ممكن يغير نظرتك لنفسك طول العمر. لو سألتك قيمتك جاية منين؟ من شكلك؟ من فلوسك؟ من رأي الناس فيك؟ ولا من حاجة أعمق من كل ده؟ السؤال ده ممكن يغير طريقة حياتك كلها، لأن أغلب وجع الإنسان بيبدأ من إنه حط قيمته في المكان الغلط. طيب إيه معنى القيمة؟ قيمة الشيء ببساطة هي الثمن الحقيقي للشيء. يعني لما تقول الحاجة دي قيمة، هي حاجة تستحق التقدير، مش معناها ان هي حاجة غالية حتى لو ناس كتير ما انتبهتش ليها. ولما نتكلم عن قيمة الإنسان بنتكلم عن قيمة، هل هي بتزيد وتنقص حسب الظروف؟ هل هي بتيجي من شكله، من منصبه، ولا من فلوسه، ولا ليها مصدر ثابت؟ معظم الناس من غير ما تاخد بالها بتربط الحاجات اللي حواليها بقيمتها. يعني لو نجحت تحس ان هي ليها قيمة، لو فشلت تحتقر نفسها، لو حد مدحها تحس ان عندها قيمة، لو حد رفضها تحس انها بلا قيمة. لكن الحقيقة ان كل دي حاجات متغيرة. لو بنيت قيمتك على حاجة متغيرة، قيمتك في نظرك هتفضل تطلع وتنزل طول الوقت. ربنا قال ولقد كرمنا بني آدم، دي رسالة عظيمة. أصل الإنسان مكرم من الله، مش لأنه غني ولا مشهور ولا ناجح، لأنه إنسان كرمه الله، فكرامة الإنسان أصل. وفي آية قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الآية بتتكلم عن التفاضل عند ربنا، يعني مش عن أصل قيمة الإنسان أو كرامته. أصل الإنسان له كرامة، لكن التفاضل يكون بالتقوى. المشكلة مش إننا بندور على القيمة، المشكلة إننا بندور عليها في المكان الغلط. إحنا بنغلط بطبيعتنا لما نربط قيمتنا بحاجة خارجية، لأن أي حاجة خارجية طبيعتها متغيرة. مثلا لو ربطت قيمتك برأي الناس، أول مدح هيفرحك، أول نقد هيكسرك. ولو ربطت قيمتك بالإنجاز، أول نجاح هيحس إنك مهم، أول فشل هيخليك تشك في نفسك. لو ربطت قيمتك بشكلك، كل ما شكلك يتغير أو تقارن نفسك بحد هتحس إن قيمتك قلت. المشكلة مش في الشكل ولا في إن الناس تحبك، المشكلة إن أنت خليت الحاجات دي هي اللي تحدد قيمتك. خليني أسألك سؤال، لو طفل صغير لسه بيتعلم المشي ووقع، هل قيمته هتقل؟ طبعا لأ. طيب احنا ليه أول ما نحس إن احنا هنفشل بنحس بقيمة أقل ونحكم على نفسنا بأقل قيمة؟ ربنا سبحانه وتعالى علمنا أن الدنيا نفسها متقلبة، فقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يعني كل شيء في الدنيا متغير، المال، الجمال، المناصب والشهرة. هل من الحكمة أني أربط قيمتي بشيء متغير؟ وربنا أخبرني إنها مش دائمة. ولما ربنا قال ولقد كرمنا بني آدم، كان بيحط أساس لكرامة الإنسان، أصل من الله، مش هدية من الناس. الناس ممكن تنتقدك النهاردة وتمدحك بكرة، ده شيء متغير جدا، لكن تقدير الناس مش هو اللي بيخلق قيمتك. الناس ممكن تعترف بقيمتك وممكن تتجاهلها، لكن لا الاعتراف بيخلق القيمة ولا التجاهل بيمحيها. القيمة الحقيقية لا يصنعونها البشر، إنما يكتشفونها أو يغفلون عنها. طيب وإذا كان القيمة لا يصنعها البشر، ولا المال ولا المناصب ولا الجمال، المصدر الحقيقي للقيمة؟ المصدر الحقيقي للقيمة هو الله. لما الصانع يحدد قيمة صنعته، يبقى أولى من يحدد قيمة الإنسان هو خالقه، مش الناس، لأن كل واحد بيشوفك بعينه وحسب حالته النفسية وحسب مصلحته، لكن الله هو الذي خلقك وأعلم بحقيقتك. وفي آية في القرآن ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير،
عشان كده لما أبني قيمتي على الناس هعيش متقلب، لكن لو بنيت قيمتي على نظرة الله لي هعيش في ثبات. هعيش في ثبات حتى لو الناس مدحتني أو ذمتني. وده طبعا مش معناه ان انا اقعد من غير تطوير ولا شغل ولا انجاز. بالعكس، الاسلام بيدعونا للاحسان والاجتهاد، لكن الفرق انا مش بشتغل عشان اصنع قيمتي، انا بشتغل لاني عندي قيمة. طيب ازاي اعيش وانا مدرك قيمتي الحقيقية؟ لما تعرف ان قيمتك من الله، حياتك هتبدأ تتغير تدريجيا، مش لان الظروف اتغيرت، لكن لأن نظرتك لنفسك اتغيرت. فهتبطل تستجدي التقدير من الناس، هتفرح بالكلمة الحلوة بس مش هتعيش عليها. ولو حد انتقدك هتسمع النقد وتشوف منه الصح، لكن مش هتعتبر ان قيمتك اتكسرت. هتفصل بين الخطأ وبين قيمتك. ممكن اغلط، لكن ده لا يجعلني بلا قيمة. ممكن افشل، لكن ده لا يجعلني فاشلا كإنسان. الخطأ يحتاج إلى تصحيح، لكن ده لا يعني أن الإنسان نفسه بلا قيمة. ودي نقطة مهمة جدا، لأن ناس كتير بتخلط بين السلوك وبين قيمة الشخص. هتسعى للتطور من منطلق صحي، هتتعلم وتتطور وتنجح، لكن مش عشان تثبت انك تستحق الحياة او الحب. هتعمل ده لأن ربنا أمرنا بالإحسان، ولأنك بتستثمر النعم اللي ربنا وهبها لك. وفي حديث قال رسول الله: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. يعني المؤمن يسعى للإتقان والإحسان، لكن ليس لأنه يبحث عن قيمة مفقودة، بل لأنه يعبد الله بإحسان. يمكن من النهاردة بدل ما تسأل نفسك الناس شايفيني ازاي، اسأل نفسك: هل أنا شايف نفسي كما يريد الله أن يراها؟ لأن الإنسان الذي يعرف قيمته عند الله لا يتكبر على الناس ولا ينهار أمامهم. آخر جملة أنصحك تكون: ابحث عن قيمتك عند خالقك، وستتوقف عن البحث عنها في كل مكان آخر. وتذكر دائما: الناس قد يمدحونك أو يسيئون فهمك، وقد يمدحونك اليوم وينتقدوك غدا، لكن كل ذلك لا يغير حقيقتك عند الله. ولو وصلت لآخر الفيديو اكتب لي في التعليقات: قيمتي عند الله.